معقولة حفيظة وجها لوجه كده؟ هم ليه سقفوا اول ما شافوني؟ بيحبوك يا ابو حفيظة. يعني ما فيهاش سخريه او حاجه؟ اطلاقا. انت بتقول طب اشوف ايه؟ بيسقفوا في عروض الدولفين والحاجات دي، فقلت يمكن اول ما شافوني. لا دولفين ايه؟ دولفين ايه ده انت؟ دي هديه غاليه كده، بسيطه اقصد. ايه ده؟ ايه ده ايه ده ايه ده؟ والله ما مقامك، بس ما كانش معايا غير 75 جنيه. فقررت ان انا اجيب لك حاجه كده ايه. 75 جنيه ده كتير. يعني ده تغلى على هاني. طب نسمع تسقيفه. ميرسي يا ابو حفيظة، ميرسي. شاكر قوي. ايه ده؟ ايه الشنطة دي كلها؟ ايه ده يا ابو حفيظة؟ انت كنت مهاجر ولا ايه؟ انا لسه جاي من المحل. والله؟ ما شاء الله. كنت بتعمل ايه في المحله؟ كنت بخلص ورق في سفارتنا هناك وبطمن على خط. والحمد لله تمام خلصت. واطمنت على خط الانتاج بتاع المناديل المحلاوي اللي انا بلبسها. لان لعلمك انا ما كنتش اتاخر. بس للاسف يعني ما كانش فيه حجز دايركت طيران لحد هنا، فنزلت طنطا. عملت ترانزيت، قعدت ترانزيت في طنطا. وبعدين جيت بقى على الخطوط الطنطاويه. والله انت منور الليله مع هاني. نورك يا حبيبي. تعال اتفضل اتفضل. باي باي. لا لسه. تعال اتفضل. والله تعبت نفسي. 75 جنيه. وفكه يعني وفكه. وبعدين دي ايه دي قابله للكسر. اوعى يكون ليها علاقه بالكسر الجمهوري. لا يا انت يعني دي الهديه الوحيده. الهديه الوحيده اللي بعد ما تفتحها ممكن تفتح بيها دماغ حد. لا استنى بقى افتح بيها دماغ حد. والكسر الجمهوري انت داخل في الغميق. راشق، انا راشق النهارده. داخل في الغميق. راشق النهارده. ابو حفيظه. طب ايدك معانا يا راجل. اهو. يا سلام. طب نيجي يوم تاني؟ لا يا منورني يا منور. ايه ده؟ عشان الحسد، بس عشان الحسد. ايه ده تعالى.